السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم جيت واحد الفيديو بعيد عن كل بعد عن المجال اللي كنت متبعه، عن الطبخ وعن الوصفات. اليوم جيت نهضر على الجمهور الجزائري اللي بطبيعه الحال نظم كاس تاع الشان هذا العام. وعلاش اني اصلا جيت نهضر هادشي بعيد عليا، ولكن نهضر بسبب انني كنت كنشوف الاعلام والجمهور اكثريه كيسبوا المغاربه، والمغاربه اصلا انسحبوا من هذه المباراه ياك. ولكن شفنا في المباراه الاولى الجمهور كيسب المغاربه بكلمات لا علاقه بها، واصلا حنا اصلا ما مشاركينش في ديك المباراه باش هما اصلا يجبدونا. من بعد عاوتاني شفناهم في مباراه ثانيه كيهضروا على المغاربه. داكشي كامل قلت ماشي مشكل، قلت اصلا الاعلام والسياسيين تاع الجزائر كيعمروا العقل تاع الشعب. ولكن امتى قررت انني نخرج نهضر؟ ملي شفت هاد السيده هاش يستشفوا فينا الكلاب تاعنا مراركه. انا غنيت الاغنيه هذيك تاع اعطوا له البنان مروكي الحيوان، غنيتها باسكو هما على بالهم باللي يديروا المشاكل وداروا كلش باش يصابوطيو الكاس تاع لاشا. من بعد ما سمعتها عرفت بان ماشي غير السياسيين والاعلام اللي كيحرض الشعب الجزائري، وانما المشكله حتى الامهات. وهنا فين كاين المشكل، وانا غنجاوبها. انا صراحه ظنيتك انسانه وظنيتك مراه اللي غتربي الاجيال والمجتمع، ولكن بما انني مغربيه حره اصيله، حره بنت حره، غنجاوبك. حنا ما كنسبوش الشعب، حنا عمرنا ما غاديش نسبوا الشعب الجزائري، بالعكس هما خوتنا وحبابنا والاشقاء ديالنا. واخا نتوما بغيتوا تقطعوا جميع العلاقات، ولكن حنا كنتجمعوا على كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذا كتجمعنا بغيتو ولا كرهتو ياك. وتاني حاجه، انتي كامراه كانسانه كتقول هاد الهضره وكتفتخر بانها كتقولو، واش هكا تربي ولادك؟ غتربيهم على الكراهيه والحقد والتنمر على الشعب المغربي؟ راه المشكله هنا خص التوعيه. انتي كتهضري عادي، ولكن خصك تعرفي التوعيه فين كاينه. الى قدرتي انك تعلميهم يحترموا الشعوب، كل شعب عنده ثقافته وعنده خيرات بلاده، الله اللي كيرزقهم وكيرزق كل بلاد وخير ديالها. لاش حاقدين على هذا المغرب؟ اش درنا لكم؟ هادشي اللي بغيت نعرف. كتهضروا على تتبع، ما تتبع اتفاقيه دارتها المغرب واسرائيل ونبينا عليه السلام. حتى في زمن سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان داروا اتفاقيات مع اليهود، وهذا الشيء ماشي حرام. درنا احنا اتفاقيه مع اسرائيل، اتفاقيه فيها مصلحتنا ومصلحتهم، ونبينا عليه السلام ونبينا عليه الصلاه والسلام. فلسطين غتبقى حره وغتبقى ديما رايتها مرفوعه في جميع الدول العربيه والدول الاسلاميه. والقدس عاصمه فلسطين، وهذا الشيء حتى واحد ما يقدر يغيره ولا يبدلو في الماضي ولا في الحاضر ولا حتى في المستقبل ياك. وانتم كتهضروا بلي انكم موقفين في القضيه الفلسطينيه وكتدعموهم، ولكن علاش كتدعموا بوليزاريو وكتمولوهم باش يقتلوا خوتكم اللي هما اصلا خوتكم المغاربه اللي حداكم؟ تلقاو امهاتكم وابنائكم وزوجاتكم جايين من نفس البلاد. علاش كتدعموهم وكتجيو في الاخر كديروا راسكم حنا اللي ظالمينكم، حنا اللي كنحرضوا؟ بغيت غير نعرف اشقائنا الجزائريين، اخواتنا الجزائريين، علاش هذا الحقد اللي فيكم؟ علاش نتوما كتكرهونا؟ هادشي اللي بغيت نعرف. ولكن بغيت نقول لكم واحد الرساله، راه الا كتنوضوا الحقد والفتنه على الاجيال تاع الشعب الجزائري، راه غتكونوا نتوما اللي متضررين من هذه التصرفات. وكيبقى فيا الحال وكنتاسف على الجيل القادم من الجزائر،
لان هادشي اللي شفت من امهاتهم وابائهم ومن اعلامهم ومن رؤسائهم كيخليني نقول لا حول ولا قوه الا بالله. داكشي اللي بغيت نقول. وكيبقى واحد الحاجه اخرى، الا بغيتوا تعلموا الشعارات وتعلموا تهضروا دخلوا شوفوا الرجاويين اللي كيردوا بكل معنى وكيردوا بفخر، وعندهم شعارات كيهزوا الرايه وكيخليوك انك تعشق كره القدم. ماشي بحالكم تمشيو تفرج في كره القدم تسمع السبال واش هذه هي المباراه، واش هذه علاش اصلا حنا جايين. وتاني حاجه فهموها وكنتمنى تفهموها، راه الشعب المغربي ما مشتاركش في المباراة باش تبقاو تجبدونا في كل مرة. والسلام عليكم والله يهديكم.